السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تقريبا اغلبنا بيشتكي نفس الشكوى. هو احنا ليه اتربينا زيادة عن اللزوم؟ تعالوا ندخل في الموضوع. كلمة اتقالت ليا وفضلت جوايا من فترة. كان في حد بيتكلم معايا وفي وسط الكلام قال لي كلمة بسيطة قوي. قال لي انت طيبة. هو قالها وعدت، بس انا عدتش عليا بسهولة. فضلت افكر، هي الطيبة بقت تهمة؟ احنا زمان لما كنا بنسمع الكلمة دي كنا بنفرح قوي ونحس ان دي حاجة حلوة فينا. دلوقتي لو حد قال لنا انتوا طيبين بنقلق على طول، كأن الطيبة بقت معناها ان اللي قدامنا شايفنا ساذجين، او ان احنا سهل ان احنا نتوجع ونسكت. بس الحقيقة الطيبة مش ضعف. الطيبة انك تبقى نظيف من جواك، واحنا ما بطلناش نبقى طيبين. احنا بس اتعلمنا نحط حدود، وتعلمنا نقول لأ من غير ما نتخانق، ونبعد من غير ما نفضل نشرح ونبرر. يمكن ده اللي خلى الناس تقول علينا انتوا اتغيرتوا، بس الحقيقة احنا ما اتغيرناش ولا حاجة، احنا كبرنا. ولو كلمة زي دي اتقالت ليكم قبل كده وحسيتوا ان انتوا اتوجعتوا، احب اقول لكم انكم مش لوحدكم. في ناس كتير قوي حاسة ان الطيبة بقت تهمة، بس الفرق ان الناس الطيبة ما بتخليش وجعها يتحول أذى لغيرها. عاوزة اقول لكم على حاجة مهمة. الطيبة مش معناها ان حد يكسركم. الطيبة من غير حدود بتتحول لوجع. وأنا اتعلمت حاجة مهمة، إني من حقي أبقى طيبة، ومن حقي كمان أقول لأ، ومن حقي إني أختار نفسي من غير ما أتحول لشخصية تكون قاسية. أنا مش هقول ليكم خليكم طيبين وخلاص وكده، ولا بقول خليكم قاسيين عشان تقدروا تعيشوا. أنا بقول ليكم خليكم طيبين لكن بوعي. خليكم صادقين، وخليكم نفسكم، ما تتغيروش عشان حد. الناس اللي بتسمعني دلوقتي وحد قال لهم انتوا طيبين وبعدها حسوا بقلق، ينزلوا في التعليقات يقولولي، لاني انا زيكم بالظبط. اتمنى كلامي يكون عجبكم، انكم تشاركوني رأيكم. سلام عليكم.